السلام عليكم، يعطيكم العافية. نرسم بعض الشبابيك أو النوافذ عن طريق المسقط الأفقي والسلم والباب. سهل حق بعض الأشخاص اللي يبون يعرفون شلون طريقة الرسم. الحين عندنا مثل هذه الحائط، تكون الطريقة يعني على حسب القياس اللي موجود، 220 متر ونص. نضع خطين إذا يدوي، الرسم يدوي، ونفس الطريقة بالأوتوكاد، ونضع بالنص خط واحد. وفي طريقة ثانية اللي يكون هذا الحائط يوضع خط ويوضع بالنص خطين، بس يكونون يعني باليدوي أخف على الشكل هذا. أما بالأبواب على حسب، إذا كان متر نصعد واحد، ونستخدم الفرجال، نوضع الفرجال على مقاس اللي رسمناه، مثلا واحد، نوضع الخط ويكون هذا الباب. وعلى حسب البيبان يكون دوائر، على حسب الديكور اللي مختارينه. والسلالم يكون على الطريقة هذه، بس أهم شيء أعلمكم فيها هي تكون 30 النايمة. يعني ترى مو دقيق الرسم، بس توضيح سريع. بسم الله. هذا الحين السلم في طريقة إنه يكون لازم نحط خطوط وهمية خفيفة اللي تبين صعدة السلم، أو نضع سهم عند الصعودة وعند النزول عشان نعرف مدخل السلم وين اتجاهه. السلم يكون هذا. أوضح لكم عندي بعض الرسومات عشان أوريكم إياها، اللي هي موجودة عندي، وفي غيرها راح أوريكم إياها. هذه طريقة الأبواب. هني هذه الأبواب على حسب، إذا كانت 90 مثلا، هني حاطين متر، نحط من عند النقطة نرفع متر، يعني 10 سنتي ولا أي شيء موجود اللي بالقياسات على حسب الأبعاد، ونسكر. والنوافذ تكون على الطريقة هذه على حسب يعني المكان، وحسب المهندس طلبه. في مهندسين يطلبون خطين بالنص، في مهندسين ما يكون إشكالية يكون خط واحد اللي مبينة باللون الأخضر. أما بالسلالم ندور لوحة فيها سلالم، هذه الطريقة نفسها، نوافذ بالأخضر وبالأحمر بالأبواب. نشوف السلالم. بسم الله. هذه السلالم، هي طريقة السلالم تكون النائمة دائما 30. مو هو واضعين هني خط شو اسمه، إن دخول السلم أي باتجاه نضع يعني السهم، بس يكون بالمسطرة عشان يبين طريقة مدخل السلم. أوريكم الحين الرسومات اللي رسمناها يدويا. هني موجودة أول رسمة قطاع، مسقط قطاع، وهني الثانية قطاع للسلم. وهني مسقط أفقي مبين فيها السلم من النقطة اللي بداية وصعود. وهني الأبواب موجودة ونوافذ وغيرها. الحين نوريكم المسقط الأفقي طريقة. هذه أول وحدة يكون، تشوف هني هذا السلم طريقته تكون نائمة 30 على حسب الدرجة، كم درجة عندنا. وهذا الخط دال على بدايته، دخلته يعني البيت من وين بداية السلم. وهذه واضحة أكثر حق الدرايش. شوف طريقة تكون على حسب القياس المطلوب منه، ونضع خطين قريبين عند بعض حتى يبين الفرق عن الحائط.
وهذه كذلك بعد، وهذه واضحة حق السلم. طريقة السلم يكون هذا مدخل هذا الباب نفس الطريقة مثل ما قلنا لكم، نرفع مثل كم كان الباب يعني 120، نرفع 120 ونسوي القوس بالفرجال أو بالدوائر. والسلم مثل ما هذا كنا قلنا هذه البداية، هذه الإشارة تدل على بداية السلم. هذه الدرجة 30 بعدين استراحة، بعدين صاعد، بعدين استراحة، بعدين صاعد، بعدين استراحة، وكذلك للطابق الثاني والثالث. وشكرا.